تفاصيل إصابة محمد الشناوي قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر مساء أمس في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية والذي يعاني منها الفريق. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، حيث شهد مران الفريق الأحمر اليوم حماس قوي بين اللاعبين، حيث يرغب كل لاعب في المشاركة بشكل أساسي في المباريات المقبلة، لا سيما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب من الجميع ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية. وفجرت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر قبل مواجهة الإسماعيلي، وموقف السويسري مارسيل كولر من استبعاد اللاعب خلال الفترة الحالية والاعتماد على مصطفى شوبير. وأكدت المصادر المسؤولة داخل